عزيزي الإنسان، أهلا وسهلا بيك. عامل إيه؟ كنت عايز أسألك على حاجة. تعرف حد بياخد باله من التفاصيل؟ طب شفت حد ممكن يفدي نفسه علشان حد ما يعرفوش؟ طيب عمرك سمعت عن حد ممكن يعمل حاجات كتير قوي للناس وهو أصلا ما بياخدش باله من نفسه؟ هناك. شكرا. خد يا كابتن، خد ما أقولك. أنسة بعد إذنك، كنت جاي أتكلم معاكم بس في حاجة صغيرة. احنا عندنا مشكلة كبيرة. ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده بصراحة خالص. ان احنا نفضل غايبين بالشهور كده موضوع صعب اوي. اه، عارف ان المدة طولت. ازيكم؟ انا ستيفن هاني، وده البودكاست بتاعنا. ببساطة شديدة، الانتقال من اليأس الى اللا يا اعزائي المستمعين. عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الكل يكون بخير وبصحة وبسعادة وبسلام نفسي. قبل اي شيء، اذكر كم حرف سين ذكر في تلك الثواني، والسين دي محسوبة. وهعمل جيف اواي على 10 جنيه. عاملين ايه؟ وحشاني جدا. عارف ان انا اختفيت فتره كبيره قوي، وبناء عليه بصراحه جاي في حلقه تعويضيه بحته. آه يعني زي ما ممكن نكون سمعنا في الانترو، ان النهارده احنا جايين نتكلم عن حد مهم قوي 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 قوي، وهو عنك او عني. من ابو اخر كده، تعالى نكشف بعض قدام بعض، عشان انا شامم ريحه شياط من دماغك ومن دماغك. بصراحه لو فضلت اكتر من كده العمليه هتبوظ مننا خالص. موضوعنا النهارده بكل بساطه هو يا عزيزي المستمع عن، ندور كده، كان هكتب لك علاج تمشي عليه كويس قوي 3 ايام، كل 3 مرات، كان 3 مرات كل يوم ان شاء الله، وهتبقى زي الفل. اتفضل. قابلني يوم 29/9 الساعة 9. تمام. عندنا النهاردة متلازمة البطل المنقذ. ايه متلازمة البطل المنقذ؟ يعني ايه؟ انت او انتي، اي حد بيسمع الحلقة دي وبيحس في وقت من الاوقات ان هو ملزم ان هو يعمل كل حاجة حواليه، او ان هو يلحق كل الناس حواليه، او ان هو حتى يخلي باله من كل حاجة بتحصل حواليه، التفاصيل، البشر، كل حاجة. الحلقة دي ليك، فأتمنى تجهز كوباية الشاي علشان موضوعنا كبير قوي النهاردة. طيب، زي ما قلنا في البداية، المتلازمة ديت هي متلازمة، يعني من أبو آخر كده نيتها سالكة، لكن هي ما ينفعش تبقى موجودة دايما، بالذات في المجتمع اللي احنا فيه دوت، وبالذات في عز الصعوبات اللي احنا بنمر بيها. كل واحد مننا عنده حربه، كل إنسان فينا عنده مشاكل. لو قلت لك غمض عينك دلوقتي يا عزيزي المستمع وفكر لمدة ربع ساعة في إنجازاتك السنة ديت، ممكن تقول إيه؟ أخدت كورس مثلا وتعلمت بيه حاجة، تعلمت مهارة جديدة، أو دخلت في نشاط تطوعي، أو حتى كسبت شغلانة، كسبت صديق، كسبت عزيز، حاجات كتير. بس أنا ما سمعتش أي حاجة من الحاجات دي ليها علاقة بيك أنت. هي الحاجات دي كلها تندرج تحتيك، لكن هل أنت عملت حاجة ليك أنت؟ لا. هتقول لي ايه علاقه ده باللي احنا بنتكلم عنه؟ هقول لك علشان انت بتعمل كل ده بس مع غيرك، انت لا. فدي مشكله كبيره جدا. وعشان كده هنيجي في صفحتنا الفاضيه ونكتب كده فيها: في نهايه كل يوم سوف يتم عمل الآتي: البحث عن نفسي، ثم احتضانها، ثم نسيت. علشان انا كنت متعود ان انا اديك كل وما اديش نفسي انا. فببساطه شديده، المتلازمه دي هي
بتوصف الشخص اللي بيحس دايما عليه مسؤولية ان هو ينقذ الناس اللي حواليه، سواء كان من مشاكلهم، ألمهم، او حتى ممكن ساعات احيانا توصل ان هو ممكن ينقذهم من نفسهم، من دماغهم، من افكارهم، من افعالهم تجاه نفسيهم. لكن يعني الموضوع ده زي ما قلت في البداية هو بيكون نيته صافية. في البداية الموضوع بيبقى بنية المساعدة، بنية الخير، بنية ان انت مش عايز تشوف حد مأذي. انا فاهم، انا فاهم كويس بجد. بس مع الوقت هتحس ان انت الموضوع ده تحول معاك لشيء مرهق قوي، شيء بيرهق، يعني بيرهق روحك، وبيخليك تحس ان انت كده دايما عايش في دور المنقذ. ان انت دايما لو لا قدر الله حصل اي حاجه معاك، حياه البشر اللي حواليك دول هتتهد، الدنيا هتقع. فبالتالي ما عندكش مبدأ ان انت تفصل، ما عندكش مبدأ ان انت تعرف تتنفس، ودي كارثه. طب يعني احنا تناولنا مع بعض تعريف الموضوع. لو انت حسيت نفسك ان انت في الزون دي، ركز معايا. بص، مش هقولك كلام ملعبك ولا كلام دكاترة ولا روشتات، على قد ما هقولك ان انت بس محتاج تقلل تركيز شوية، تقلل تركيز مع غيرك. عارف ان الموضوع صعب، انا شخصيا مستصعبه. هقول لكم مثال حي بصراحة حصل معايا النهاردة الصبح. على فكرة انا بعاني من المتلازمة دي، وحاليا في طريق للعلاج منها. فعشان كده ممكن يعني تعتبر ان الحاجات اللي هتسمعها مني دي هي حقيقية فعلا، لان هي فعلا بقلبي. عامة كل واحد فينا عنده في حياته الشخصية النسخة المماثلة لنفس الحكاية دي. فعشان كده عايزك تركز معايا وتاخد رشفة شاي ونكمل. طيب، منين جت المتلازمة دي؟ ازاي المتلازمة دي ظهرت عامة؟ او احنا فهمناها، يعني احنا حسينا ان احنا كده ازاي؟ علشان في كتير قوي من الناس بيعانوا منها، علشان هم اتربوا في بيئة يعني اضطروا فيها ان هم يكونوا الناضجين او الراشدين، او بمعنى اصح هم الداعمين في سن صغير. بمعنى اصح زي المثال اللي انا كنت هقوله من شويه بس ما لحقتش اقوله عامه، فهقوله وهقول معاه مثال تاني. اعذرونا معلش بقى، عشان بقالنا كتير غايبين فبنحاول ان احنا نرجع. في مثال ما، كنت في يوم من الايام، انا قلت النهارده اصلا ماشي النهارده الصبح وانا رايح الشغل، كنت داخل المترو عادي في محطه الشهداء، رمسيس من الاخر يعني فلقيت بنوته واقفه لوحدها على جنب. احنا كنا في اخر جزء من عربيات المترو، عايزكم تتخيلوا معايا كده، كنا واقفين لوحدينا ومره واحده لقينا هجمه دخلت من الناس بريحه عرق غير طبيعيه طبعا. لقيت البنوته حاطه على بقها حاجه زي منديل او عليه بيرفيوم او حاجه زي كده، اللي هو خدت بالي ان هي كانت تعبانه عامه. فانا لقيت نفسي بصنعه هدوء بكل بساطه، لقيت نفسي رايح بسالها، بقول لها هو انت بخير، محتاجه مساعده؟ فلقيتها بتبص لي بتقول لي شكرا، انا مش محتاجه حاجه. فالموضوع بيبقى بيحسسك ان انت الزامي تبقى اب، او الزامي تبقي ام للي حواليكي، على الرغم ان يا عزيزي المستمع انت لست مربوط اخرها طه اهي، انت لست مربوط خالص باي شيء. يعني مزعلش مني، عدم ظهورك في الاوقات دي هو ممكن يكون اسلم حل ليك. انت هتحس ان لازم، بس هو مش لازم على فكرة. طب انت مش هتبقى الدنيا واقفة عليك على فكرة، ودي مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة حلوة جدا. انت لازم تفكر فيها بالاسلوب ده. طيب احيانا المتلازمة دي بتكون وسيلة للهروب من المشاكل بتاعتك انت شخصيا. يعني مثلا بدل ما تواجه مشاكلك بتحاول تخفف عن ألم غيرك. فالموضوع بيبقى رخم، اللي هو انت متخيل ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تبعد عن مشاكلك اللي هي اصلا مشاكلك، اللي هي اصلا بتاعتك،
وتحاول تحل حاجة غيرك. بص، عندي صديق عزيز قوي على قلبي، انا بحبه جدا بجد، وهو عنده نفس المشكلة دي. فكنت حابب ان انا اوجه له رسالة اقول له: يا عزيزي، ممكن تغمض عينك لمدة ثواني وتسمع الكلام اللي انا هقوله ده؟ بس ما تسمعوش بودنك، ممكن تسمعه بروحك بقلبك، ايا كان الحاجة اللي انت تسمعني بيها، بس حاول توصل لحاجة من الاتنين دول. بص، انا مقدر ان انت بتبقى خايف على اللي حواليك، وكمان مقدر ان انت بتحس ده غصب عنك، بس صدقني وصدقيني، الموضوع طول ما هو بيبقى انت متحكم فيه، طول ما الموضوع بيبقى افضل واحسن بكتير قوي. فحاول على قد ما تقدر يا عزيزي المستمع انك بس تدي لنفسك هدنة عشان تبص على حالك، عشان انت لو ما عملتش ده هتتعب قوي 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 في حياتك دلوقتي وقدام. من يعيش مستقبله يرفض تخطي حاضره، او اسف، يرفض تخطي ماضيه ويرفض ان يعيش حاضره. فبالتالي هتبقى ضايع وهتبقى مشتت دايما، هتبقى حاسس ان انت لازم الناس دي كلها ملزمة منك، بس مفيش حد ملزم منك غيرك. انا اسف، بس الدموع اللي نزلت الفترة اللي فاتت دي كلها، او السكوت اللي انت فضلت فيه كل الفترة اللي فاتت، محدش حس بيه غيرك انت يا عزيزي المستمع. فممكن تفتح عينك. من علامات المتلازمة دي هي ان انت دايما هتحس بالذنب لما انت ما تساعدش حد، او لما تلاقي مثلا حد قدامك محتاج مساعدة وانت ما تعرفش تساعده، او تحس ان انت بت الناس اللي عندهم مشاكل او عندهم بعض المشاكل اللي محتاجة تدخل، بتحس ان انت منجذب للناس دي، بتحس ان انت عايز لو شفت حد مثلا متضايق او تعبان تحس ان انت عايز تروح تجري له: انت جعان اجيب لك ميه، جعان اجيب لك ميه، التلاجة فيها ميه. فاهم؟ بتعمل اي حاجة علشان بس مجرد ان انت تحاول انك تساعد اللي قدامك ده. احيانا، ودي مش احيانا بصراحة، اي حد بيبقى عنده المشكلة ديت او عنده المتلازمة دي بيحط احتياجات الناس اللي قدامه قدام احتياجاته هو شخصيا. انا اعرف حد كان ممكن يفضل جعان ويتمشى مسافات طويلة قصاد انه لو حد احتاج فلوس يديها له. بص، هو بتبقى فرق شعراية بين ان انت بتعمل حاجة صح وبين ان انت كده بتأذي نفسك. بص، هي بتبقى هفوات، بس صدقني لما تيجي تفكر في الموضوع هتحس ان لا، مش صح. على الرغم ان انت عارف وواعي كويس قوي ان الفعل ده هو فعل انساني جدا، هو فعل انساني صح، بس اللي يمشي عليك يمشي اللي يمشي على غيرك يمشي عليك. يعني ايه؟ يعني ببساطة شديدة لما تحس ان انت عايز تساعد اللي قدامك، اسأل نفسك: هو انت ساعدت نفسك النهاردة؟ حفزت نفسك؟ قلت نفسك كلمة حلوة قبل ما تعمل كل ده مع غيرك ولا لا؟ احيانا بتحس ان قيمتك بتتقاس بمقدار انقاذ او ان انت صلحت غيرك. بمعنى صح، يعني بتحس بانجاز كبير كده، بيبقى عندك نشوة ان انت تعالج اللي قدامك، ان انت ان انت تعمل ده، اللي هو انا تمام، انا عملت حاجة صح، انا كده النهاردة مبسوط. عزيزي المستمع، لا تربط ابتسامتك الجميلة البلهاء بأشخاص ليسوا من هؤلاء الثلاث اللي هقولك عليهم. أولا دايرة أهلك، طبعا يعني الدايرة الأولى، خط الدفاع الأول، ما تربطش ابتسامتك غير مع الناس دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، صديقك المقرب اللي انت يعني شفت انت وهو كل حاجة مع بعض، ده انت ممكن تربط
فرحك برضو بفرحه. واخيرا وليس اخرا، وده اللي اهمهم واللي بنعمل عشانه اصلا الحلقة دي، انا ناسف. انت عارف ان الموضوع ممكن يبقى غريب في البداية انك تستوعبه، بس تعال نفكر فيها. انت لو ما عملتش ده هتفضل عايش في دوامة كبيرة قوي، دوامة بينك وبين نفسك. ان طب هيجي عليك سؤال اللي هو طب وانا امتى؟ ما هو بص، اللي بيدي محتاج ياخد، ده ابو اخر. فكك بقى من شغل ان انا بدي ومش مستني حاجة من حد، لا عادي، احنا كلنا بندي وبنبقى محتاجين ان احنا نشوف من الناس اللي احنا بنحبهم الحاجات ديت، عادي، علنا بتتقال اهو. اللي قال ان الاهتمام ما بيطلبش، على فكرة يا جماعة ده كان كداب، الاهتمام احيانا بيطلب عادي جدا جدا. لازم تبقوا عارفين حاجة مهمة قوي، ان مهما كان الموضوع مرهق ومتعب، الا ان انت محتاج شوية وقت لنفسك. مش وقت اللي هو تنعزل، عادي ممكن، يعني ما تزعلوش مني، هو الواحد مننا ما بيتعلمش غير في البلاوي او في النصايب، بس يعني خلي استفادات مصايبك نبع مش من ان انت عايز تنقذ الناس وخلاص. هو شعور حلو، شعور جميل جدا، بس على فكرة هو ممكن يبقى احسن بكتير قوي لو انت بس فكرت ان انت محتاج تبص لنفسك. قوم معايا كده، لا قوم اللي هو اتحرك اهو، قوم كده، في مراية قدامي اهو، بصيت عليها. ممكن تبص على نفسك، ممكن تطمن على حالك. طب ممكن تشكر نفسك على الفترة اللي انت عديتها. لو عملت ده فانت شخص سوي. اما لو ما عملتش ده وحسيت ان في حد يستاهل حاجة غير، يعني حد يستاهل الحاجة دي غيرك، ف لازم تبقى عارف حاجة عزيزي المستمع، انت لا انت تستاهل، انت تستاهل. بص مش هكدب عليك ولا هكدب عليكي، كلنا نستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا، كلنا نستاهل ان احنا نتعامل بنفس المعاملة اللي احنا بنعملها لغيرنا. بس منزعلش مني يعني، ولا منزعلش مني لو حاجة زي دي ما حصلتش. هتفضل قاعد كده ولا هتقوم لنفسك؟ فكر فيها. ياما منقذين كتير قوي نسوا يتعلموا حاجة مهمة، ان زي ما هما بيحتاجوا ان هما يواسي اللي قدامهم عشان يبقوا بخير، هما محتاجين ان هما يواسوا نفسيهم عشان يبقوا هما فعلا بخير. نشوة الانتصار على نفسك لما تحس ان اللي قدامك ابتسم بسببك دي حاجة حلوة قوي، بس لما تيجي تطبق على حياتك الواقعية يعني هتلاقي نفسك مش عارف، تلخبط، اللي هو طب انا استاهل فعلا؟ فانا بقولها لك اهو تاني، وهفضل اقولها دايما لكل حد بيسمعني، اعرفه او معرفوش في بلد تانية غير بلدي. عزيزي انت تستاهل. انت بتخوض معارك وحروب وبتشيل هم ناس هي مش ناسك، وبتعمل حاجات هي مش بتاعتك، لاجل بس ان ما تقالش عليك ان انت زيك زي بقية الناس. بص انت مش محتاج ان انت تثبت لحد تاني اي حاجة تانية غير نفسك. عارف لو فكرت لمدة ثواني ان انت محتاج تثبت لنفسك بس ان اللي انت بتعمله صح، صدقني كل مشاكلك دي هتتحل كلها، كلها. طب علاج الموضوع ده ايه؟ عشان انا بصراحة تعبان، بقالي سنين منقوع في الموضوع ده. الجملة دي اتقل جملة ممكن تسمعها عامة في حياتك، بس خد نفس. طيب اتقبل فكرة انك ما تقدرش تصلح كل حاجة. في حاجات انت ممكن ما تعرفش تصلحها، عادي عادي، صدقني في حاجات كتير قوي ممكن ما تصلحهاش، مش كل حاجة نعرف تصلحها خالص. لو قلب انكسر ممكن ما يتصلحش، ومش مهمتك ابدا يا عزيزي المستمع ان انت تصلح كل حاجة.
لو حد من عزيزك، قريبك، بعيدك حتى، عنده مشكلة، صلح اللي تقدر عليه. بس ما تدخلش نفسك الدوامة بتاعت لا انا هعمل عشانه كل حاجة. بص، هو شعور انساني جميل، بس انت كده بتضغي على نفسك وبتنسى نفسك، اللي هي اصلا نقطة البنزين الوحيدة اللي موجودة جواك، بتضيعها على غيرك وانت ما اديتهاش لنفسك من بدري قوي تقريبا. عايزك تفتكر معايا كده يا عزيزي المستمع، عملت ايه اخر حاجة لنفسك من فترة؟ فكر كده فيها، واول لما توصل ان يعني بقول لي. كانت اول حاجة ان انت اتقبل فكرة ان مش كل حاجة ممكن تتصلح. تاني حاجة، حاول من الاخر، انا بقولها على طول بصراحة بس عايزكم فعلا تفكروا فيها، اتعلم انك تقول لا من غير ما تحس بذنب. اللي هو حد دلوقتي مثلا عايز يعمل في نفسه حاجة، بس عايز يتكلم معايا وانا مش عايز اكلمه، الانسان ده بيأذيني، فاتكلم معاه. آه لا. طب ما لو حصل لي حاجة احس بذنب؟ لا لا لا، مش هتتحاسب على حاجة غير لنفسك. فببساطة شديدة، مش كل حاجة ينفع تتصلح، ولازم لما تيجي تقول لا هتحس لوحدك ان انت عايز تقول لا، بس هتلاقي نفسك مش عارف. فقول، قول من غير ما تفكر فيها. تالت حاجة هو انك محتاج تركز على دعم نفسك قبل ما تدعم غيرك. انا ما بقولكش ما تدعمش غيرك، لا يا معلم، ادعم غيرك وقف في ندوات، وقف في مظاهرات، وقول عيش حرية عدالة مهلبية وكل الكلام ده. بس اهم من كل ده ان انت تبقى عارف تدي نفسك امتى. حط نفسك في الحسبة. عزيزي انت مهمش، لا مش مهمش اللي هو مقمش، لا انت مهمش نفسك، ودي كارثة، كارثة سودة، ما ينفعش. قوم كده، اقف مع نفسك كده، ارقص معاها، هزر معاها واضحك. شالت كتير قوي، شالت عك ناس اصلا مش ناسك، فصباح الفل، صباح الفل خالص. انزل اعزم نفسك على اي حاجه، تعالى تعالى عدي عليا اعمل لك احلى ايس لاتيه في الدنيا، والله العظيم ما بهزر. فلا، حاول تعمل حاجه مهمه جدا، وهي اكتر حاجه بدات افكر فيها وان انا اعملها دلوقتي في الفتره دي، وهي اللي بصراحه خلتني احسن، وبقى عندي الشجاعه والقدره ان انا ارجع بعد شهرين ونص اعمل معاكم الحلقه دي. وهي انك تفرق ما بين المساعده والانقاذ. المساعده بتدي قوه للاخرين، انما الانقاذ بيسلبها منهم. يعني ايه بيسلبها؟ من الاخر، يعني لما تيجي تعود حد على ان انت هتنقذه دايما، من الاخر كده هيكسل ينقذ نفسه، فهيرمي الحمل عليك. فلما يرمي الحمل عليك هتلاقي نفسك غصب عنك بقيت شايل روح زيادة على روحك التعبانة، على روحك الأساسية جواك، بقيت ماشي بثلاث أرواح. ما بالك بقى لو انت بتعمل كده مع يعني 5 أفراد جوا، يعني في حياتك أو في دايرة معارفك، هتلاقي نفسك شايل 8 9 10 أرواح جواك. يا نهار اسود على الكارثة. ليه؟ ليه أصلا؟ ليه؟ طب ما تيجي ندي لنفسنا كده يعني تدريب بسيط لحد الحلقة الجاية. ما تيجي من أول الدقيقة دي نهتم بنفسنا شوية، ننزل نجيب لنا كام حاجة، انزل اجيب لك بنطلون، فاهم، انزلي هاتيلك بلاشر، اعملوا عشان نفسكم اي حاجه، انزلوا اتمشوا، هاتلكوا عصير، اعملوا اي حاجه، اي حاجه. عارف، اتخيل معايا كده يا عزيزي المستمع حاجه مهمه قوي. غمض عينيك تاني، معلش احنا اسفين، احنا عارفين، احنا انا لو بتعامل مع يعني مكفوفين سامحوني، لو بتعامل مع ناس ما غمض عينك. غمض عينيك وفكر. تخيل كده ان الانسان اللي واقف قدامك هو انت،
هتعمل معاه ايه؟ فمن الاخر انت محتاج ان انت تتقبل. عارف انت لو تقبلت كل ده هتلاقي نفسك بقيت انسان تاني خالص. فمن الاخر متلازمة المنقذ ما هي المتلازمة لزجة. محتاج ان انت زي ما انت دخلتها بنفسك زي ما هتخرج منها بنفسك. زي المدمن ممكن يتخلص من ادمانه عن طريق العزيمة وعن طريق برضو مساعدة خارجية، واديك لحد دلوقتي لو انت بتسمع فانت بتتقبل المساعدة الخارجية. دلوقتي حان وقت الإرادة انك تتحرك. انا مش بقولك في الحلقة دي انك تكون قاسي، انك تكون قاسي على حبايبك او ناسك او قرايبك، لا بالعكس. انا كل اللي بقوله هو انك تعرف تدي لنفسك وقت، بس وقت صافي من غير تفكير، من غير اي حاجة جانبية مش بتاعتك. ادي ليك انت وقت، ليك انت، عشانك انت، من وقتك انت، ليك انت، مش لأي حد تاني غيرك. لانك اوريدي لما تعمل ده هتلاقي نفسك بقيت احسن بكتير. فكر معايا، لو انت لقيت قدامك انسان شبهك بس تعبان، نفس الخصل بنفس الطباع، هتعمل ايه؟ ممكن نجاوب على السؤال دوت فعلا في الكومنتس تحت. انا كده خلصت. بصراحة مبسوط جدا ان انا عملت الحلقة دي حقيقي. كنت وحشني جدا، كان وحشتني قعدة المكتب والتسجيل من اول وجديد. وحشتني كوباية الشاي اللي انا ما عملتهاش بصراحة، استحقت عليكم. على العموم احب اعرفكم حاجة مهمة قوي بصراحة. دايرتنا بتوسع، بقينا منتشرين حوالين 15 بلد من حوالين العالم. فجسوات هننتشر اكبر الفترة الجاية. في مفاجآت كتيرة وبتتحضر، بس يعني عايزكم زي ما بتساعدوا نفسيكم ممكن تساعدوني. اي حد ممكن يكون وصل للحتة دي من الحلقة ممكن يدعيلي عادي الفترة اللي انا فيها دي على خير. صدقوني الموضوع ده هيفرق معايا جدا، وقصاد ده انا برضه هساعدك، هدعي لك وهساعدك لو احتجتني كمان. الكومنتس تحت مفتوحة، وكمان اكاونتس الفيس، تيك توك، انستجرام كلها موجودة. فالباب مفتوح في اي وقت. اذا احتجت اي مساعدة في اي وقت، او حسيت ان انت على الهامش، انا موجود. على فكرة الرسالة دي مش من ستيفن ليك، الرسالة دي فعليا لازم تكون من نفسك لنفسك. شكرا لكل من استمع، وهنتقابل في حلقات تانية قريبة ان شاء الله. يلا خلاص بقى.